السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد معانا على قناة ام العيال. بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض الكانيلوني، أكلة إيطالية جميلة جدا ولذيذة قوي ومغذية جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل عجينة مشابهة كده لعجينة الكريب الحادق اللي عملناه قبل كده. واللي عايز يشوف الفيديو ان شاء الله هحطه له في صندوق الوصف، اللي ناسي الفيديو ولا حاجه. بس الكريب حطيت كوبايتين ميه، هنا هحط كوبايه لبن وكوبايه ميه، كوبايه لبن وكوبايه ميه وبيضتين وكوبايتين دقيق. ممكن احط الكوبايتين كلهم لبن وممكن احط الكوبايتين كلهم ميه زي الكريب الحادق ما عملته. بس احنا ايه بنعمل ايه تشكيله كده، ممكن تختاري انتي منها، وان شاء الله يعني الفيديوهات بتاعت القناة تفيدك، ومرة كده مرة كده مرة كده وهتعدي ان شاء الله وتعملوا احلى اكل واحلى طعم باذن الله. دلوقتي هحط الحاجات دي معايا في الخلاط. هجيب شفشق الخلاط وهحط فيه اللبن وكوباية اللبن دي وكوباية زيها مية وكوبايتين الدقيق والبيضتين وملح وفلفل وبودرة بصل وبودرة ثوم زي ما قلنا علشان نحيق طعم العجينة. هحطهم في الخلاط واضربهم ونيجي سوا عشان نعمل بقى الكانيلوني مع بعض. كده احنا حطينا اهوت في الخلاط معانا اللبن والميه والبيضتين والملح والفلفل، هنضربهم ونضيف لهم بالتدريج الدقيق وهم شغالين على الخلاط. خليكم معايا كده اهو. هنجيب دهنة زيت بسيطة خالص للطاسة وبعدين نحط لها كده حوالي مغرفة العجينة اللي نزلت معانا، نوزعها على الطاسة كده. طبعا هتستوي معانا لما الابيض ده كله يختفي ويبقى كله اللون ده، هيبقى كده ايه نقدر نقلبها على الوش التاني بسهوله. لو بنحرك الطاسه كده ونقدر نحركها هيبقى كده هو الموضوع سهل بالنسبه لنا، نقدر نقلبها على الوش التاني. تبقى حركات الشيفات دي بقى كده اهو. بص استوت ازاي كده اهو، نعرف انها استوت على طول. تمام، متاخدش بقى ثواني على الوش التاني ونروح قلبينها في الطبق. خلص الكميه كلها ونرجع تاني. بص خلاص اهي، هوريكم دلوقتي اهي استوت. هنعمل بقى باقي الكميه ونرجع تاني على طول. دي بقى جه معانا ميعاد البشاميل. هنحط معلقه من السمنه وشويه زيت في الحله، وهنحط عليها معلقتين دقيق. هنعمل بشاميل بس بشاميل خفيف مش بشاميل تقيل. نجيب معلقتين دقيق. هي صحيح الأكلة دي خطواتها كتير بس طعمها رائع وحاجة جديدة نجددلهم عشان ما يزهقوش. هجيب الدقيق بالشكل ده، هنجيب كده اهوت معلقتين دقيق نحطهم نقلبهم نحط عليهم كوبايتين لبن وكوباية شوربة او مية، نحط عليهم ممكن فص ماجي ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة كده ونقلب، مش هيكلكع اهو.
كوباية اللبن الثانية. نعلي بقى النار شوية مادام حطينا السوائل كتيرة، مهدية شوية، ممكن نعلي دلوقتي. نحط بقى كوباية الشوربة او كوباية المية وفص الماجي. كوباية المية هنحط بقى الماجي، بكسرها كده، احطها عشان تدوب بسهولة. قادرة تفتفتيها فتفتيها عادي. جوز الطيب، انت عارفة البشاميل اللي بيحبوا جوز الطيب، ملح وفلفل وجوز الطيب بقى كده. البشاميل خلاص اول ما يغلي يبقى جاهز معانا. نروح نحشي الكانيلوني بقى باللحمة المفرومة، لحمة مفرومة معصجة دي. دلوقتي كده اهو عندنا ده صينية اهي، انا حاطة فيها زيت من تحت بالشكل ده. نجيب بقى طبق عشان نلف فيه الكانيلوني، هنلفه بالشكل ده. انا هوريكم كام واحدة. دي لحمة مفرومة معصجة، انا كنت معصجة قبل كده بالبصل والفلفل الرومي والجزر. هناخد معلقة كده من الفلفل من اللحمة المعصجة دي، هنحطها هنا بالشكل ده كده. نلف كده، نقفل من هنا ومن هنا بالشكل ده، ونكمل لف بالشكل ده. تمام. هنرصها بقى كده. هوريك واحدة تانية، هكمل الكمية عشان وقت الفيديو بس. معلقة لحمة هنحطها كده في النص، نلف لفة ونجيب الجنب ده عشان اللحمة ما تخرجش برا، ونكمل لف بالشكل كده اهو. هكمل باقي الكمية بقى وهرجع لكم هنعمل ايه بيه. اهو انا لفيت ومليت الصينية كلها. هجيب بقى البشاميل، فنفع الله فيها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى. ده البشاميل اللي انا عاملاه. لا تمسك ماء ولا تنبت سلعا كذلك هنصبه فيها كده. ونفعه ما بعثني الله به. شايفين البشاميل الخفيف ازاي؟ عندنا بقى اي اضافات نحطها فوق البشاميل نحط. في ناس بتحط صلصة بس انا مش بحبذها اوي. الدكتور في بداية الحلقة لاحظ أن هناك بعض الكلمات تحتاج إلى شرح. دي جبنة رومي ممكن نحطها، عندك جبنة موتزاريلا، حطي اللي انت عايزاه. انا جايبة جبنة رومي كويسة قديمة كده وانا اللي مقطعها بنفسي، تدي طعم جميل جدا جدا. نحط كده بقى ايه، يعني نخلي بالنا ان يبقى كل واحدة عليها. نحطها بقى في الفرن مسافة ما الجبنة الرومي دي تسيح او الموتزاريلا، اي حاجة انت عايزة تحطيها عليها حطيها مسافة ما هتسيح. والكانيلوني هيشرب من البشاميل دوت والجبنة هتسيح بالظبط بالظبط. ممكن يقعد 10 دقايق في الفرن او تحت الشواية حتى، وبعدين نطلعه وهوريهولكم مع بعض. خليكم معايا كده. خلاص قعد معايا بالظبط، انا حطيته تحت الشوايه ما فتحتش الفرن، الشوايه بس كده اهوت. مجرد 10 دقايق لقيت الجبنه ساحت، لقيته خد اللون الظريف دوت مع الوش. قلت كده كله تمام التمام. كده بقى جاهز. مجرد بس ايه ما يبرد سنه صغننه نقدر نغرفه في اطباق وندوقه. ممكن اجيب طبق وايه اوريهولكوا دلوقتي واحنا مع بعض. بسم الله كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهي
نجيب ايه، ممكن معلقه كده تساعدنا اهو. مطة الجبنه بقى يا سيدي اهو كده، غرف بالشكل ده كده بقى جاهز. غرفي بقى واحده، غرفي اتنين بقى، وبراحتك بقى، هياسي بقى هياسي، ويتاكل بقى بالشوكه والسكينه. خلي المعلقه على جنب كده، نجيب شوكه وسكينه وهدوقه معاكم. يلا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سخن يا جماعه. طبعا هو بما ان كل مكوناته مستويه احنا مش هنغيبه خالص خالص في الفرن. اللحمه من جوه مستويه، الكانيلوني اللي هو الكريب نفسه العجينه مستويه على البوتاجاز، فما فيش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو واو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، طعمه جميل. يلا جربوه. اكمل باقي الحته بس. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات من الوصفه الجميله دي. هي محتاجه شغل شويه بس تجديد. ممكن عندك عزومه شكلها شيك جدا في العزومات، تجديد للولاد على السفره في الاكل علشان ما يزهقوش. ما يقعدوش بقى يقولك عايزين بقى حاجات بقى جاهزه وسندوتشات وحاجات وبيتزات من بره، لا، جددلهم باستمرار ان شاء الله مش هيزهقوا. يلا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اتمنى تدعموا القناه بلايك وكومنت، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان فيديوهاتي توصل لكم اول باول. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.